بص يا صديقي الرجل، لاني بحبك وبحترمك، ولاني لما بشوف ان عندك حق انا بقف جنبك، فوجب عليا اني اساعدك انك تكون بتعمل دورك اللي عليك بشكل سليم. بناء عليه انا عايز حضرتك ان انت تفهم مني الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي دول وتحطهم حلقه في ودنك. الراجل لما بيدخل في علاقه زواج بيكون في 4 محاور اساسيه هو بيشارك بيهم جوه هذه العلاقه: المحور العقلي، المحور العاطفي، المحور المادي، والمحور الجنسي. المحور العقلي هو انه يكون راجل عنده رؤيه وطموح وهدف، راجل بيعرف يحل المشاكل مش بيعملها، راجل يكون بيساعد في وضع خطه واضحه الملامح للزوجه وللاولاد. كل لما هو يكون بيعمل الدور ده اكتر، كل لما يكون هو راجل مكتمل النضج العقلي وبيقدر ان هو يقدم المطلوب منه عقليا. المحور الثاني العاطفي، وده ببساطه ان هو يكون انسان عنده قدر ليس بالقليل من انتاج الحب والحنان والدعم، مصنع انتاج للمشاعر مش فقط مستهلك ليها. ودي بتكون حاجه جميله جدا، بتخلق روح عاطفيه جميله بتكون موجوده ما بين كل اعضاء الاسره. وكل لما المحور ده بيكون موجود، كل لما البيت بيكون فيه سكن وهدوء، بيكون بيت بجد جميل. المحور المادي هو ان يكون راجل قد المسؤوليه الماديه المطلوبه منه، وبما انفقه من اموالهم راجل قادر ان هو يكون بيحقق المسؤوليه الماديه المطلوبه منه على الاقل في الاولويه. والله تعاطف وتلطف وقدر ان هو يمن علينا بشويه رفاهيات، هنقول له الف شكر ليك يا سيدي كل. المحور الرابع والمهم جدا جدا وهو المحور الجنسي. مش من المفروض ان انا اقول لك تفاصيله، لان المفروض ان حضرتك عارفها لوحدك، بس هقول لك حاجه خليها كده ما بيني وما بينك. تعرف ان في كتير من الرجاله ما يعرفوش اي تفاصيل عنه، ودي حقيقي مصيبه حقيقيه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، لان معرفتك للموضوع ده واجب وليس فضل منك، لان باب الحلال بيقفل ابواب الحرام. والحته دي نقدر نسميها كده ان ما لا يسع الرجل جهله. ما ينفعش مثلا ان انا يبقى في مدرس رياضيات اقول له 1 زائد 1 يساوي كام ما يبقاش عارف. والجزئيه دي تحديدا ما ينفعش ان حضرتك تكون بتجهلها او بتهملها او بتتجاهلها، لان الجزئيه دي من الصعب جدا ان يمكن تعويضها بالعقلي والمادي والعاطفي، لان في اصل الزواج هو مبني على فكره العفه، على فكره اكتمال روح بروح وجسد بجسد. فهنا الحته دي انت واجب عليك انك انت تعالجها، الا لو كان حضرتك وهي انتوا الاثنين على نفس اللاين غير مهتمين بالموضوع ده. دي حاجه تدل على ان في توافق وتكافؤ ما بينكم، والحته دي كده هتعدي من غير ما تعمل مشاكل. ولكن لو الموضوع فيه شكوى وجب عليك انك انت تسمع وتعالج. الكلام ده انا بساعد حضرتك بيه انك انت ترتب بيه اولويات زواجك، من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب ان احنا نعطي كل ذي حق حقه. كده كده انت مش هتاخد 10 من 10 في كل حاجه، لازم تكون عارف ده وانا اكيد عارف ده، ولكن لازم تكون عارف ازاي انك انت تعوض حاجه بحاجه. المليان بيكب على الفاضي. في مشكله ماديه اخواتها بيشيلوها، في مشكله عقليه اخواتها بيشيلوها، في مشكله عاطفيه اخواتها بيشيلوها. حاجه عند الاخيره وهقول لك لا وخلاص وخلصنا كلام في الموضوع ده ومش عايز اعيد وازيد فيه. المهم ان زي ما انت تطلب اللي ليك لازم تكون كمان عارف اللي عليك. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لازم حضرتك تكون فاكر وعارف انه اذا اردت فاطمه فعليك ان تكون علي. دول كلمتين من اخ لاخواته، اتمنى ان هم يدخلوا قلبك قبل ما يدخلوا عقلك. واشوفك على خير دايما يا رب باذن الله في بيت سعيد مليان حب وكل حاجه خير. سلام.